عودة جديدة لميدان التحرير. عشرات الإصابات بسبب المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين. البداية كانت في الصباح الباكر مع قيام الشرطة بفض الاعتصام في الميدان بعد قرار بعض المشاركين في مظاهرة جمعة المطلب الوحيد بالمبيت في التحرير. ساعات قليلة وبدأت المواجهات الفعلية بين المتظاهرين وقوات الشرطة التي استخدمت القنابل المثيرة للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين ومنعهم من الوصول إلى مبنى وزارة الداخلية. بص الداخليه بتعمل فينا ايه؟ فيها ايه يعني؟ فيها لما نشوف حقوقنا يضربونا ليه كده يعني؟ ولسه بيضربوا في اخواتنا جوه. انا دكتور جاي اعالج المصابين مش عارف اعالجهم. الاصابات في الاعين وفي الارجل ودم. المتظاهرون اكدوا ان سبب اعتصامهم هو مطالبة المجلس العسكري تسليم السلطة للقوى المدنية. ان الداخليه عايزه تفك الاعتصام بالقوه كده ما ينفعش بعد اللي حصل امبارح. يعني مليونيه تحصل امبارح ويجوا النهارده عايزين يبوظوها علينا ويفكوا الاعتصام. احنا مش هنسكت بكده والثوره بتاعتنا مش هتسمح بكده. احنا معتصمين في قلب الصينيه، دخلوا علينا حضرتك ضربونا وبالناس زي ما انت بتشايف كده وبيضربوا خرطيش دلوقتي، بيضربوا خرطوش دلوقتي بيلي. المجلس العسكري عايز احنا موجود في دي، عايز البلطجه والحاجات دي.